السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التسويق المصري. معاكم أحمد فتحي. وحلقة النهاردة أو محاضرتنا النهاردة تاني أو تالت محاضرة من كورس تعليم التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين. بس قبل ما نروح نصلي على النبي، ناخد الثواب الأول ونروح لحلقتنا. حلقتنا النهاردة عن أول ضلع من أضلاع مثلث التعريض الضوئي أو الإكسبوجر تريانجل، وألا وهي فتحة العدسة. ضلع فتحة العدسة وهو من الأضلاع مهمة جدا اللي لازم تفهم بيعمل ايه وبيشتغل ازاي وبيدخل اضاءة ازاي وتأثيره ايه، عشان في تأثيرات كتير قوي لفتحة العدسة، مش مجرد اضاءة بس، لا ليها كذا تأثير وحاجات كتير كده مش مجعلصة. بس فوق لي كده كوباية الشاي لذيذة، هاتها وتعالى واستمتع بالحلقة. يا عم انت مش بتدرس، انت مش بتتعلم حاجة، انت بتستمتع بالحلقة. معلومة عامة، يمكن الموضوع يبقى هيطلع حلو ولذيذ. يلا بينا نشوف موضوع فتحة العدسة ده. بص يا سيدي عشان اسهل عليك، بس شايف دي؟ شايف الحركة دي؟ شايف؟ اتمنى تكون شايف الاضاءه مش ضاربه في الموضوع. بص دي فتحه العدسه. بس كده يا عم احمد مش بالظبط، بس انا بديك مثال ايه هي فتحه العدسه عشان تبقى فاهم انا بتكلم في ايه وتبقى ملم معايا، ما تبقاش بتكلم معاك وخلاص. لا، بوريك حاجه عمليه تشوف بيها فتحه العدسه ان هي بتوسع وبتضيق. حاجه فعلا عدسه ليها فتحه بتتفتح، مفيش مشكله. فتحه العدسه بيترمز لها في التصوير الفوتوغرافي برمز اف او اف ستوب. هم مسمينها كده، ما تسالنيش ليه، وده بالانجليزي فانا مش هعرف اقول لك بالعربي ايه هي اف ستوب. بيترمز لها باشهر المواضيع باسم اف. يقول لك بصور باف 2 و8، اف 4، اف 10، اف 16. ايه يا معلم الاف دي؟ ايه يعني ايه اف اصلا؟ ايه اف 10 وايه اف 3 وايه اف الكلام ده؟ في تصوير الاف هي اختصار الاف ستوب، الا وهي فتحه العدسه ورقمها كام. ده التمييز بتاعها اللي هو اف او اف ستوب. فعندنا العدسه دي مثلا لغايه اف 16 واف 2 واف 2 و8. ايه ده الكلام ده والارقام دي؟ طب انا ما فهمتش حاجه من الارقام دي. بص عندنا قاعده خليها في بالك، ما تنساهاش يعني مدى حياتك. الارقام دي بترمز لوسع فتحه العدسه. ببساطه ما بكلكعلكش، اصبر هتفهم كل حاجه. اف 2 مثلا رقم صغير، اف 2 و8 رقم صغير، معنى كده انها فتحه العدسه كبيره. اف 16 رقم كبير، فتحه العدسه معناها كده ان هي ضيقه. العلاقه عكسيه عشان اسهل عليك الموضوع. لقيت الرقم كبير يبقى الفتحه ضيقه، لقيت الرقم صغير يبقى الفتحه واسعه. رقم كبير فتحه ضيقه، رقم صغير الفتحه واسعه. علاقه عكسيه، احفظ دي والزقها في دماغك الله يكرمك، عشان دي قاعده مهمه جدا. فتحه ضيقه يعني رقم كبير، فتحه واسعه يعني رقم صغير. يفرق في ايه يا عم احمد الكلام ده اصلا؟ يفرق في ايه رقم كبير من رقم صغير، من فتحه واسعه من فتحه ضيقه؟ كل ما فتحه العدسه وسعت، ركز معايا، كل ما وسعت كل ما دخلت ضوء اكتر. بديهيه مش محتاجه تصوير. لو جبت اي حد ماشي في الشارع وقلت له يا معلم الفتحه الكبيره دي انت واخد بالك منها ايه؟ هيقول لك فتحه كل ما كبرت دخلت اضاءه، كل ما صغرت كل ما دخلت اضاءه اقل. بالظبط اعتبرها زي الشباك المتوارب. كل ما الشباك كان متوارب دخل اضاءه اقل، رسوب نور بمعنى اصح. كل ما الشباك اتفتح كل ما دخل اضاءه اكبر. نفس الفكره. بس لا مش بس، كل ما الفتحه وسعت يعني الرقم قل، كل ما في حاجه اسمها عزل، كل ما العزل زاد. ايه ده الجعلصه دي؟ لا اصبر مفيش جعلصه ولا حاجه، انا ما بجعلصاش عليك، انا بتكلم معاك بالراحه. تعالى ما تخافش. في حاجه اسمها عزل، ده نتكلم عنها في حلقه لوحدها عشان الموضوع كبير، اللي هو ديبس اوف فيلد. شايفين اللي ورا ده؟ شايفين شجره؟ الشجره دي مش واضحه قوي، الشجره دي معزوله في منطقه العزل، مزغلله. الشجره دي اسمها كده في منطقه العزل، والخلفيه اللي ورا دي في منطقه العزل. انا اللي باين وعليا التركيز. ليه؟ عشان بصور فتحه عدسه مثلا، في العدسه دي دلوقتي فتحه 4، ففي عزل ورايا بس مش عزل قوي. انما لو بصور فتحه 2 و8 العزل يبقى اقوى عشان الفتحه وسعت اكتر. لو بصور فتحه عدسه 1 و8 الرقم صغر فالفتحه وسعت اكتر فالعزل زاد. بصور باف 1 و4 العدسه كبرت او وسعت والرقم صغر والعزل زاد. انا عمال اديك امثله عشان اراجع معاك على الموضوع تاني. يعني ايه؟ يعني لو بصور على الاف 16 دلوقتي هلاقي ان الخلفيه مش معزوله زي كده، هلاقي عزل قل، هلاقي الخلفيه او المنظر كله بقى واضح كله معايا. عيد تاني من الاول عشان الموضوع ده مهم قوي. الرقم صغير فتحه عدسه واسعه عزل زياده، رقم كبير فتحه عدسه اضيق عزل اقل. اف 1 و8 على فكره عادي فتحه العدسه تتقاس بكسور 1 و8 2 و8 2 و2 3 و5 من 10 عادي. عندنا كسور فتحه العدسه مفيش مشكله. اف 1 و8 فتحه عدسه واسعه عشان الرقم صغير فعندي عزل كبير او عزل زياده. اف 16 فتحه عدسه ضيقه فعندي عزل اقل عشان فتحه العدسه ضيقه شويه. انا عمال اعيد وازيد مش عشان تزهق مني، عشان تحفظ دي. فتحه العدسه بترمز لها برمز اف او اف ستوب. ارقامها متفاوته، عندنا عدسات من اول 1 و8 ل 2 و8 ل 3 و5 لغايه 22 لغايه اف 32. كل عدسه بتفرق عن الثانيه، وده اللي بيميز عدسه عن عدسه وبيخلي سعر عدسه اغلى من عدسه. وهنتكلم في الموضوع ده في انواع العدسات. عندنا قاعده
فتحة العدسة. فتحة العدسة رقم صغير فتحة واسعة عزل اكتر، رقم كبير فتحة ضيقة عزل اقل. ده هيفيدك في ايه بعد كده يا معلم؟ هيفيدك بعد كده ان انا في مكان اضاءة فيه مش كويسة قوي، فهرجع بقى افكر مع نفسي كده مثلث تعريض ضوئي او الاضلاع فتحة العدسة عشان ادخل نور كفاية اعمل ايه؟ اوسع ولا اضيق؟ لا هوسع. اوسع يعني رقم ايه؟ يعني رقم قليل، 1.8 2.8 2.2 اف 3 في 5 من 10 حسب الوضع بتاعك وهنتطرق ليه بعدين، مش عايز اشغلك دلوقتي. انا بصور شخص عايز عزل وراه، احمد كان قايل ايه؟ فتحه واسعه. فتحه واسعه يعني رقم صغير، يعني لو معايا عدسه فيها اف 1.8 اصور على اف 1.8 او 2.8 او 2، عايز رقم صغير عشان الفتحه توسع معايا عشان يديني عزل ورا الشخص اكتر. حاسس ان انا رغيت كتير، بس انا بعيد والله بعيد ودود معاك عشان انت ما تنساش، عشان تبقى انت فاكر كلامي بعد كده في السيتويشن اللي انت فيه في الموقف وانت بتصور. احمد كان قال ايه؟ كان قال كذا 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 كذا. فيا ريت بعد اذنك اقفل الحلقه دي لما تخلص ان شاء الله وراجع، شغلها تاني، شغلها تاني وراجع ورقه وقلم كده جنبك. رقم صغير فتحه واسعه عزل اكتر، رقم كبير فتحه ضيقه عزل اقل. اربط الثلاثه ببعض، فتحه العدسه بقت تجيبك، مش هتحتاج تعمل اي حاجه غير قدام لما نتطور شويه اقول لك امتى بنشتغل بفتحه ضيقه، امتى بنشتغل بفتحه واسعه. فانت هتربط ده كله ببعضه هتبقى مصور جامد خريج تصوير بالمصري فعلا. رب اكون فدتك وما زهقتكش مني وكون خلصت الشاي. عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات تحت الفيديو، واستناني المحاضره الجايه او الحلقه الجايه عشان نتكلم عن تنظير الموضوع التصوير الفوتوغرافي او مثلث تعريض ضوئي. وما تنسانيش من دعائك، مش مهم اللايك مش مهم الشير، اهم حاجه انك تدعي لي. سلام.